بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة على الجميع بإذن الله. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بس هتكلم في نقطة بسيطة كده، نقطة أزمة أو أزمات أحمد فتوح المتتالية. دلوقتي يا كابتن أحمد، أنت ليه مصر تحط نفسك في إثارة الجدل؟ ليه مصر تخلي الناس مركزة معاك؟ أنت اللي بتعمل مش حد اللي بيعمل. بس انا عاوز افكرك بحاجه بسيطه جدا، اللي ربنا نجاك من ازمه كبيره جدا جدا واسترها معاك وخرجك منها بالسلامه، وكان جمهور الزمالك كان اكبر داعم ليك في المشكله اللي انت كنت فيها، وربنا استرها معاك الحمد لله وخرجت. نخش بقى في الموضوع اللي بعده. مصر في اللي انت تكمل في نفس الازمه، جيت ورحت عملت حفله وخرجت وسبت المعسكر، ايا كان العذر اللي انت قلته احنا ما نعرفوش، رحت وحضرت وفنان راغب علامة وحطيت نفسك في مشكلة. مصر برضو تخش في مشكلة مع جمهور الزمالك. دخلت في مشكلة امبارح، نزلت صورة وقلت اللي هي، رحت منزل بيان وقلت اللي هي فرح اختك ومش خطوبة اختك. دي حاجة ترجع لك، دي حاجة احنا مش هنخش في المشاكل اللي انت فيها، بس انت ليه مصر تدخل نفسك في مشاكل؟ حاول. بس احنا هنقول لك كلمة بسيطة جدا، دي ليك مش لاي حد. حافظ على نفسك، حافظ على موهبتك، لان دي حاجة ربنا وهبك بيها مش عند الكل. فحاول تحافظ على نفسك، وعشان دي راس المال اللي انت كسبته من الدنيا كلها. شكرا.